واش ممكن قرار دبلوماسي واحد يبدل موقع دولة كاملة في النظام الدولي؟ واش ممكن المغرب ينتقل من مجرد حليف تقليدي إلى فاعل كيشارك في هندسة السلم العالمي؟ وعلاش فجأة ولا اسم المغرب حاضر بقوة في العواصم الغربية؟ في هذه الأيام خبر واحد دار ضجة سياسية وإعلامية كبيرة. الملك محمد السادس قبل دعوة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باش يكون المغرب عضو مؤسس في مجلس السلام الدولي الجديد، ماشي كملاحظ وماشي كحضور رمزي، ولكن كطرف داخل في صناعة القرار. هذه الخطوة ما كانتش عادية وما كانتش مجرد إجراء بروتوكولي، ولكن رسالة سياسية كتطرح أسئلة كبيرة حول الدور الجديد اللي كيتحضر له المغرب في العالم. الجواد الإيجابي ديال الملك محمد السادس خلق اهتمام واسع في الغرب، وكيأكد أن العلاقات المغربية الأمريكية وصلت لمستوى غير مسبوق. بزاف ديال المراقبين شافوا في هذه اللحظة منعطف دبلوماسي، ولكن في المقابل خاصنا نكونوا واضحين، إلى حدود الساعة ما خرج حتى بلاغ رسمي مفصل من الديوان الملكي ولا من وزارة الخارجية كيوضح الإطار القانوني الدقيق ديال مجلس السلام، طبيعة المشاركة المغربية ولا الصلاحيات الحقيقية ديال هذا المجلس. وهذا الصمت الرسمي كيخلي التحليل خاصو يبقى حذر وما يتجاوزش المعطيات المؤكدة. السؤال اللي كيطرح راسه بقوة هو علاش هاد المبادرة دارت كل هاد الضجة؟ علاش تخلقات دابا؟ وشنو اللي خلى المغرب يكون من بين الدول المدعوة بل ومن بين الأعضاء المؤسسين؟ باش نفهمو خاصنا نرجعوا للسياق الدولي. الولايات المتحدة خصوصا في مرحلة ترامب ما بقاتش كتشوف التدخل العسكري المباشر كحل فعال ولا مستدام. تجارب العراق، أفغانستان، فيتنام وغيرها بينت أن الحروب الطويلة مكلفة سياسيا واقتصاديا وما كتضمنش الاستقرار. وفي نفس الوقت واشنطن ولات مركزة ثقلها الاستراتيجي في التنافس مع الصين، وهذا الشيء فرض عليها تخفف تدخلها المباشر في الشرق الأوسط وإفريقيا. من هنا خرجت فكرة مجلس السلام، إطار سياسي مرن بعيد على تعقيدات الأمم المتحدة ومركز على مرحلة ما بعد النزاعات بحال الاستقرار، إعادة الإعمار، المصالحة وتنسيق الجهود السياسية والأمنية. ولكن خاصنا نكونوا دقيقين، إلى حدود دابا ما كاين حتى تأكيد رسمي أن هذا المجلس مسجل كمنظمة دولية معترف بها في القانون الدولي، ولا معروف فين المقر ديالو ولا شنو المرجعية القانونية اللي غادي يخضع ليها. بمعنى آخر المجلس ما زال مبادرة سياسية أكثر من أنه مؤسسة دولية مكتملة الأركان. اختيار الدول المدعوة ما كانش عشوائي، ولكن حتى هو ما كانش واضح المعايير بشكل رسمي. اللي باين هو أن المعايير ما كانتش القوة العسكرية فقط، ولكن الاستقرار الداخلي، التأثير الإقليمي والقدرة على لعب أدوار توازنية. ومن هنا جاء اختيار المغرب. المغرب ما كيتشافش كدولة كتفرض أجنداتها بالقوة ولا كبلد غارق في الأزمات الداخلية، ولكن كدولة مستقرة عندها شرعية سياسية ودينية وقادرة تدبر توازنات حساسة. هاد الثقة ما جاتش من دابا، ولكن نتيجة عقود من الدبلوماسية الهادئة. ملي المغرب كيدخل في عمليات حفظ السلام أو الوساطة خصوصا في إفريقيا كيتفهم هاد الشيء كاختيار استراتيجي طويل المدى، ماشي مناورة ظرفية. الشركاء الدوليين كيشوفوا الالتزامات المغربية كالتزامات دولة، ماشي رهانات مرتبطة بتقلبات السياسة الداخلية. الدبلوماسية المغربية راكمت تجربة مهمة في إدارة الملفات الحساسة، سواء في إفريقيا جنوب الصحراء فين ولا المغرب فاعل اقتصادي وأمني من خلال الاستثمار والتعاون، أو في مناطق أخرى حافظ فيها على علاقات متوازنة بين أطراف متصارعة بلا ما يقطع الجسور. هاد القدرة خلاته يتشاف كوسيط موثوق قادر يلعب دور الجسر بدل تعميق الصراع. ولكن خاصنا نلاحظوا حتى شنو ما كاينش في هذا المجلس. الغياب الواضح لقوى الثول بحال الصين وإيران كيطرح تساؤلات حول الطابع الجيوسياسي للمبادرة. واش مجلس توافقي فعلا ولا إطار موجه كيعكس رؤية سياسية معينة؟ وحتى داخل واشنطن نفسها مازال ما واضح واش المبادرة غادي تلقى دعم مؤسساتي كامل من الكونغرس ولا أنها مرتبطة بشخص ترامب، وهذه النقطة كتزيد عنصر عدم اليقين. من جهة أخرى بزاف دول أوروبية كتشوف المبادرة بعين الريبة. تصريحات ترامب السابقة بحال رغبته في ضم غرينلاند بالقوة زادت عمقت هاد الشكوك. وكالات دولية نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين بأن مجلس السلام يقدر يضعف دور الأمم المتحدة بدل ما يقويه، خصوصا أن الدعوات وجهت لعشرات الدول، بزاف منها اختارت الصمت والانتظار للتوضيحات بدل الإعلان عن موقف رسمي.
كاين حتى الجدل ديال المليار دولار المرتبط بالمقعد الدائم. الإعلام المغربي أكد أن هذا المبلغ ما مطروحش نهائيا، وأن المشاركة المغربية مجانية ومحددة في 3 سنوات. في المقابل مصادر أمريكية قالت أن الأداء المالي كيعطي عضوية دائمة مدى الحياة، ولكن ما اشترطش الانضمام الأساسي. هذا التناقض بين الخطاب الخارجي والداخلي مازال ما تحسبش، والوقت هو اللي غادي يكشف الحقيقة. رغم كل هذا الغموض، المغرب كان واضح في حاجة واحدة: الانضمام لمجلس السلام ما غاديش يغير الثوابت ديالو. دعم حل الدولتين، احترام حدود 1967، القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، مواقف ثابتة وما قابلاش للتفاوض. هاد الشيء ما كانش تصريح إعلامي فقط، ولكن رسالة سياسية مفادها أن المغرب قادر ينخرط في مبادرات دولية بلا ما يفرط في مبادئه ولا سيادته. عمليا شنو كيستافد المغرب؟ كيستافد بالأساس هامش للتأثير. بدل ما يتلقى خطط جاهزة لمرحلة ما بعد النزاعات، ولا كيساهم في صناعتها. خبرته في المصالحة النطية والتنمية المجالية كتخليه شريك فعلي في بناء حلول واقعية. وحتى الشركات المغربية عندها القدرة تساهم في إعادة الإعمار والاستقرار إذا توفر الإطار المناسب. ولكن خصنا نقولوها بوضوح: الانضمام ما كيعنيش اوتوماتيكيا النفوذ، والنفوذ ما كيتقاسش بالعضوية فقط، ولكن بالقدرة الفعلية على التأثير. وكاين حتى سيناريو آخر خاص يتحسب: ممكن هذا المجلس يبقى مجرد منصة نقاش رمزية، أو يتجمد إذا ما توفرتش الإرادة السياسية الدولية. وبالتالي قرار المغرب الانضمام لمجلس السلام ما يمكنش يتشاف كخطوة معزولة ولا رهان مضمون النتائج، ولكن كمرحلة محسوبة في مسار طويل من صعود هادئ ومتوازن. في واحد العالم اللي كيتبدل بسرعة وكتضعف فيه الأطر التقليدية، المغرب كيبان كنموذج دولة كتموضع بهدوء، بحذر، وبلا تنازل على السيادة ولا المبادئ. نتمنى نكون قدرت نوصل لكم الصورة كاملة بلا تهويل وبلا تبسيط مخل. نتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله.